سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم ومن الشر نجانا ونجاكم. صلينا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانا جالس اسوق، جالس اقلبها في راسي. امانه الفيديو هذا حتى لو ما عجبكش يعني وانت من المعارضين او من الناس المعارضين لكلامي او لي شخصيا، يا اخي اسمع الفيديو الاخير. لا تقعد شيء يعني مثل كفار قريش واصحاب نوح او قوم نوح اللي كانوا يعني يجعلون اصابعهم في اذانهم عشان ما يسمعوا شيء من الحق. اسمع يا اخي عجبك قلبها وصلبها ابحث، لان المساله جنه ونار مش مزح. المهم جالس اقلبها وصلبها في راسي. الطاعين في الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، المشككين فيهم، السباب لهم، الباقض لهم، المشككين، من يوصفهم بالكفر، من يوصفهم بالالحاد، من يوصفهم بالرده. انت عارف ولا مش عارف انك تطعن في الله؟ بقول لك كيف لحظه، صلى على رسول الله. تطعن في الله سبحانه وتعالى، تطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، تطعن في القران الكريم. قل لي كيف؟ قل لي يا مزمري كيف اطعن في الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. أنت عارف معنى الآية الكريمة العظيمة؟ والسابقون الأولون، منهم أبو بكر، منهم عمر، منهم عثمان، منهم طلحة، منهم الزبير، كل من السابقون من سبقوا في الإسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء كلهم وصفهم الصحابة. كيف تصفهم بالكفر؟ كيف يرتدوا؟ هم السابقون. من السابقون؟ سلمان، أبو ذر. سلمان مثلا يعني متأخر، أبو ذر نفس الشيء مثلا متأخر. من؟ عمار بن ياسر. أي عقل لو أنهم يرتدوا وإذا الله قال ما كذا. أنت تطعن في الله، في كلام الله، تطعن في كلام الله الذي قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كيف يرتدوا هذول؟ كيف؟ وده الله رضي عنهم. والآية الثانية: لقد رضي الله عن المؤمنون إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. لو والله عالم ان في قلوبهم نفاق ولا كفر ولا رده وهم يرتدوا بعدها وهم مخفين الكفر ومظهرين الاسلام، لو الله سبحانه وتعالى ما قش الله فعلم ما في قلوبهم. وآية كثيرة تتكلم عن الصحابة بالمنطق بالعقل. أنت الآن طعنك للصحابة وسبك لهم وشتمك لهم، تطعن في كلام الله سبحانه وتعالى وتشكك في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يرضى الله عن الناس ويرتدوا؟ والله يعلم الغيب. تشك أنت في غيبية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وطالما رضي عنهم فهو أعلم بالغيب، أعلم أنهم لن يرتدوا ولن ينكسوا ولن يرتدوا على عقابهم. هذا وحده. ثاني شيء كيف تطعن في القرآن؟ أنت تكذب القرآن. القرآن يقول هذا الكلام: إن الله رضي عنهم ورضوا عنه. هذا وحده. ثاني شيء: من الذين قال القرآن لنا؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. من الذين قال السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذا كنت مشكك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف تقرأ القرآن وتقول إنه غير محرف؟ يا أما أنك تؤمن أن القرآن محرف وهذا كفر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. يا أما أن القرآن محرف وأنت كافر بهذا، يا أما أنك لازم تترضى على الصحابة وترضى عنهم لأنهم من نقلوا لك القرآن الكريم، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما نقل السنة، كيف عرفت الإسلام؟ كيف عرفت الدين؟ هذا واحدة. هذا ثانية. ثالثا: الشام كلها إسلامية، العراق إسلامية، بلاد القوقاز، أذربيجان، الشيشان، شمال الصين، مصر، هؤلاء كلهم مسلمين. في عهد من دخلوا؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هل هؤلاء قادة الفتوحات الذي فتحوا هذه البلدان الإسلامية كلها كفار ومرتدين؟ كيف مرتد وكافر ويروح يفتح مصر؟ كيف مرتد وكافر ونكس على عقبه ونافق ويفتح العراق؟ كيف منافق يفتح الشام؟ كيف كافر
يفتح بلاد ما وراء النهر. كيف منافق وكافر ومرتد يفتح البلدان الاسلاميه كلها؟ كيف واحد من قريش من صحابه رسول الله يخرج يقاتل في سبيل الله في اليرموك كلها في القادسيه ولا في غيرها، فيقتل ويقتل شهيدا مقبلا غير مدبر؟ كيف هذا منافق وهذا مرتد وهذا كافر وخارج ايش؟ يقتل، يعني يقتل وهو عارف انه منافق بيدخل جهنم. كيف؟ اذا الفتوحات هذه كلها الاسلاميه ودخول المصريين والشاميين والعراقيين وغيرهم والايرانيين الاسلام معناتها في شك، اسلام غير صحيح، لانه ذي فتح البلدان هذه كلها في عهد عمر، وعمر انتم بتقولوا مرتد ولا كافر؟ كيف؟ اي عقل. رابعا او خامسا تقولوا ان اسمه تطعنوا في الصحابه وتسبوا فيهم وتشتموا فيهم، تمام، اللهم صل على رسول الله، تطعنوا في رسول الله. كيف تطعن في رسول الله؟ تشك في تربيه الام، يعني الله النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يربي الصحابه اكثر من 20 30 سنه، ما قدرش يربي صحابته. كيف؟ يعني اذا في عيال خاربين ما مثلهم تلوموا الاب انه ما قدر يربيهم، انه سابهم، انه تركهم، فكيف رسول الله هو بالنسبه للصحابه اب وام واخ وقائد وزعيم ونبي وكل شيء، فشل في تربيه الصحابه؟ انت تطعن في النبي عليه الصلاه والسلام. سادسا ان الله سبحانه وتعالى كان يخبر النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء. اللحمه اني مسمومه، لا تاكلني فاني مسمومه. اليهودي يشتي يرجمك بالحجر من السطح، اهرب يا محمد. كان صفوان بن اميه لما كان واحد صار يقتل النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، وصل هناك قال له انت اتفقت، النبي عليه الصلاه والسلام قال له انت اتفقت انت وصفوان بن اميه فلان فلان انك جيت تقتلني، فاسلم. الله كان يكلمه على ما في قلوب الناس. ايعقل ان هؤلاء بيرتدوا ويكفروا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ الله بعظمته وجلاله ما كلمش النبي ولا قال يا محمد هذا لا بينقلبوا على عقب. سابعا وثامنا، هل يعقل ان هؤلاء مثلا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم انهم ارتدوا ولا نافقوا ولا كفروا؟ وهل يرضى الله ان ينام جنب قبره صحابيين او 2 شخصين ابو بكر وعمر هم مرتدين او هم كفره او هم مجرمين على حسب ما تقولوا لعنه الله عليكم؟ كيف ينام جنب النبي عليه الصلاه والسلام جنب روح الطاره الشريفه رجلين مرتدين على حسب ما تقولوا او نكسوا على اعقابهم؟ هل يرضى الله ان ينام جنب حبيبه وخليله واحب البشر اليه 2 منافقين ولا مرتدين؟ اللي هو ابو بكر وعمر. بالمنطق عايش معكم عقول. علي صحابي جليل، عمر صحابي جليل، ابو بكر صحابي جليل، عثمان، مش ضروري تطعن في الصحابه كلهم وتلف كذب في كذب عشان ظلموا علي. علي بشر، انه حصل بين خلفهم والصحابه فيحصل بين الجميع. هل يلوم اهل السنه الامام علي رضي الله عنه وارضاه في مقتل طلحه والزبير وهم مبشرين بالجنه؟ لا، صحابه واختلفوا بينهم وبين. فكر، استخدم عقلك. طعنك في الصحابه طعن في القران وتكذيب لكلام الله، طعنك في الصحابه تشكيك في القران، لان هؤلاء الصحابه هم من نقل القران. تقول لي عمار بن ياسر نقل القران، عمار بن ياسر قتل القتل، قتل القتل بعد صفين، من اللي نقله؟ لا ما طعن في الدوله الامويه وتسب معاويه رضي الله عنه وارضاه لانها قتلوا الامام علي. يعني الفتوحات هذه كلها التي فتحها معاويه والدوله الامويه كلها باطله، كلها، لا السند ولا الهند ولا البلدان العالم كلها. وصلت مساحه الدوله الامويه الى اكثر من 16 او 17 مليون كيلومتر مربع. هؤلاء كلهم اللي دخلوا في الاسلام في عهد الدوله الامويه بالفتوحات الاسلاميه وفي عهد معاويه رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء كلهم ايش؟ يا اما انهم مسلمين واخوتنا في الدين، يا اما تقولوا هؤلاء كفار. بيت المقدس فتح عمر بن الخطاب في عهده، هل هذا الفتح الذي انتم جالسين تتاجروا باسم الاقصى والاقصى؟ من اول فتح فتحه؟ عمر بن الخطاب وصلى فيه رضي الله عنه وارضاه. هل هذا مش فتح؟ كيف يدخل المسجد الاقصى واحد تقول عنه انه منافق وانه كافر؟ عمر بن الخطاب ويفتح المسجد الاقصى ويحارب الصليبيين ويطردهم. عاد شو اقول؟ انا ابوي ابوك، لا تقعش يعني مثل كفار قريش انا نعبد ما وجدنا عليه ابائنا. خل ابوك يصير في 60، ما بينفعش ابوك، ولا ظل يتبرك بالقبر ولا تبوس القبر ولا تحب القبر. ليش؟ تقول يا عباس ارزقني يا حسين اطعمني يا علي اشفني. ليش؟ قال لا بس له وسيله. نفس منطق كفار قريش. ليش تعبدوا الاصنام؟ قال لا نعبد الاصنام، انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، واسطه. وهل الله سبحانه وتعالى يعطي واسطه؟ الله يسمع
ويرى ومطلع على كل شيء. هل يحتاج الله العباس ولا الحسن ولا الحسين ولا الإمام علي ولا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل يحتاج الله وسيط بينه وبين خلقه؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله يسمع ويرى، لا أشبه الله، ولكن يسمع ويرى مطلع ويعلم خائنة الأعين وما في الصدور. لا ترفع صوتك ولا شيء، يعلم سرك ونجواك ويعلم ما بتفكر وإيش بتنوي. هل يحتاج الله الحسن والحسين وسط بينه وبينهم وبين عباده؟ إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا كلام الله. تقول يا حسين اشفني، وإذا مرضت فهو يشفين. الله يشفيك. لا أنا عقيم، الحسين ما يكون وساطة يعني عشان الله يرزقني وليد. إيش قال الله؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا المطر ويرزقكم بأموال وبنين، بالبيس الفلوس والبنين والأطفال. الله يرزقك وعندك الله. إيش عندك تروح للحسين ولا الحسن؟ فكروا أعوا والله ما أنا لا ناصح. حتى لو تقاتل الإمام علي والصحابة شيء طبيعي يحصل بين الأخ وأخوه. أحيانا قد يتقاتل الأخ وأخوه ولا يتضاربوا ولا يتشارعوا ولا يروحوا المحكمة، طبيعي جدا. بعد فترة ويرجعوا يصطلحوا قبل فوات الأوان.